معكم رضوان، رئيس جمعية رياض بوقنادر للتنمية. شكرا للمنابر الحرة اللي يعني كتبحث على الحقيقة، وشرفتونا بالمجيء ديالكم للبحث على الحقيقة يعني ديال هاد الملابسات ديال الأحداث اللي كانت يعني يوم الثلاثاء. على الشخص يعني اللي حاليا منتشر الفيديو ديالو في المواقع ديال التواصل الاجتماعي، هو الابن ديالو. عدد من المغالطات ومن يعني من الناس اللي كيتكلموا على هذا الموضوع، ولكن ما عارفينش الحقيقة ديال الأمر، ما عارفينش شنو واقع هنايا. حنا كنتكلموا معكم من عين المكان، وبصفتي انا رئيس ديال جمعيه رياض بوقنادل، وحنا حاليا كنتواجدوا في عين المكان. وكنا يعني في ذلك اليوم يعني شاهدين على ذاك الحدث كامل كيفاش وقع. يعني الناس كتقول لك يعني بالنسبه لهذوك الناس كيقول لك اودي يعني راه ما عطاوناش نستافدوا وما عطاوناش تعويضات. يعني الشيكات ديالهم كلهم يعني تقريبا 95% ديال السلالين كلها استافدات دابا. بقى يعني واحد الخمسة في المية اللي ما خدوش البقع ديالهم، و 95% كلها خدات البقع ديالها. والناس اللي كانت عندها يعني السطحيات تعوضات على السطحيات ديالها ديال الاشجار او المنازل ديالها، كيتعوضوا عليهم. كيقول لي مجرد حيد يعني السطحيات ديالك، حيد الشجر، اجي تاخذ الشيك ديالك. يعني حيد الشجر واجي تاخذ الشيك ديالك. يعني ماشي غادي تعطيه السلطه مثلا او الشركه غادي تعطيه الشيك وهو يعني باقي ما محيد لا شجر لا حتى شي حاجه. ثانيا يعني هذيك الارض اللي زارعين فيها هذاك الشجر ديال لافوكا ما يقارب دابا 3 سنين، والسلطه كتجي لعنده كتعلمو وهو ما كيبغيش يمتثل الامر ديال السلطه. واحد النقطة مهمة، واش الأرض ملكية ديالو؟ لا، الارض ديال الجموع، هذه ارض ثلاليه. ماشي أرض ملك. لا ماشي ملك. الارض ديال الملك كاينه ما كيقيسوهاش لحد الان، ما كيهضروا مع حتى شي واحد في الملك. هذه ارض ديال الجموع. الارض ديال الجموع هي الوصي عليها هي وزاره الداخليه. الارض يعني تفوتات للشركه. الارض في الاسم ديال الشركه، فيها تقريبا ما يقارب 50 اسره، 50 بقعه اللي حاليا ديال المستفيدين تما. هذيك 50 بقعه فيها 100 اسره، يعني كل جوج ديال الاسر عندهم يعني مثلا في برنامج اعاده الايواء عندهم بقعه ديالهم تما. يعني متوقفه العمليه كلها على وديت هذاك الشخص. الناس حاليا كيغوتوا متضررة منه 100 أسرة. ما يقارب يعني تقريبا 100 أسرة وما يزيد عليها متضررة من هذه العملية، يعني اللي ديال هذاك الشخص اللي ما بغاش يمتثل. واش خبروك كانوا عطاو انذار شحال من ماشي راه مده 3 سنين دابا السلطات كتعلمو، كتجي لعندو كيتناقشوا معاه، كيتحاوروا معاه، الشيكات ديالهم موجودين. كيقول له ودي حيد الشجر ديالك اجي تاخذ الشيك ديالك. معوضينهم ب 2600 ريال المترو. يعني ما تبقاش تمرر شي مغالطات، الناس ما عارفاش اشنو واقع. حتى يعني في هذاك النهار جاو لعندو وقالوا لي ودي مثلا يعني اجي فين كاين عندك المشكل نفكوا معك المشكل ديالك. الا كاين شي مشكل اللي بالامكان مثلا يعني وكاين القدرات عليه يعني مثلا قانونيه اننا نفكوه معك، ما كاينش مشكل. فهاد الناس هذا هما كانوا ضحايا ديال واحد الحقوقيين وبعض الاعلاميين، يعني بعض الصحافه اللي كانت يعني مثلا كتبحث على البوز، بقاو كينفخوا فيهم. انا كنعرفهم هذوك الناس يعني حق المعرفه انهم ناس دراوش، راه ماشي هذاك هو يعني لا المستوى ديالهم، لا الأب لا الابن. لا الاب لا الابن، ماشي المستوى ديالهم هذاك. يعني ناس دراوش. لا الابن انا كنعرفو، الابن كنعرفو يعني راه كنتلاقى معاه شبه يومي في الشطر 10 تما. هما ما كانوش يوصلوا لذاك الشيء، ما كانوش غادي يوصلوا ليه لولا يعني مثلا التدخل ديال بعض الجهات اللي بقاو كينفخوا فيهم من الصحفيين اللي كانوا حاضرين في هذاك النهار، وهما اللي وثقوا هذاك الحدث ديال يعني اشنو وقع. يعني لو كانوا هذوك الناس اصلا هذوك الصحفيين بغاو لهم الخير، راه ما غاديش بعدا اصلا يسجل شي حاجه اللي غتكون ضده هو. وتعرضات يعني السلطات تعرضت للاعتداء، منهم الدرك الملكي تعرضوا في هذاك النهار للاعتداء. ثانيا يكون الامر كما بغى يكون ان الانسان خصو يمتثل بعد السلطات، مادام ان امره بالامتثال يمتثل لهم، ثم هذيك الساعه يشوف المشكل فين كاين. ثانيا هو كيقول لك عندي دعوه. التدخل ديال السلطات العمومية كان في إطار تنفيذ القانون. كان في اطار تنفيذ القانون. من الطبع ان راه كاينه قلت لك 100 اسره تما اللي عندها البقع ديالها بالبلانات ديالها بالرخص ديالها. يعني الناس مخرجه الرخص والبلانات ديالها وكتسنى. راه كل يوم كيدير معاهم سيد الباشا اجتماع وكيقول لهم يعني صبروا هذا الشهر، هذا الشهر هذا هو كل يعني راه داك الشيء جا فهمتي، يعني ماشي وليد اللحظه.
واش سير رضوان ديك الفيديوهات اللي انتشرت انها مشات ضد داك الناس؟ مشات ضدهم من طبيعه الحال، ان هذوك الناس راه ما كانوش ناويين يوصلوا لذاك المستوى. هذوك الناس اصلا يعني كون بقاو منهم للسلطه ما كانش غادي يتطور ذاك الامر بحال هكا، كون بقاو بينهم مع السلطه. لان من نشوفوا مثلا المواقع ديال التواصل الاجتماعي وهذوك الصحافه اللي كانوا تما حاضرين، يعني مثلا وبقاو كينفخوا فيهم، يعني وصلوا لذاك المستوى. من طبيعه الحال ان شي واحد مني كيشوف الصحافه وكيشوف كذا، هذه راه جاتهم ديك رده الفعل بديك الطريقه. واش فهمتي؟ الوضعيه ديال داك الناس بالذات اللي وقع لهم المشكل، الارض ديالهم، بغينا نعرفوا الارض ديالهم الوضعيه القانونيه ديالهم شنو؟ غاديين تعوضوا شنو؟ تعويضات خارجه لهم، الشيكات خارجين محطوطين. كيقول لي حيد السطحيات اجي تاخذ الشيك ديالك من غدا. وهذا الشيء اللي كنقول لك انا يعني بالادله، يعني ماشي كنقول لك يعني شي حاجه اللي اي شخص هنايا تسولوا من هاد السولالين كيقولوا لي حيد السطحيات ديالك. تسول الناس، نمشيو دابا حاليا الناس اللي حيدوا راه بناو البقع ديالهم في الشطر 18 حاليا. الا بغيت تمشيو تصوروا معايا البقع ديالهم راه كيبنيو فيها في الشطر 18، كيعطوهم بقعه لكل عائله، بخلاف انهم هما ما عندهمش بحال برنامج اعاده الايواء. كيعطوهم بقعه لكل عائله، والبقع ديالهم واجدين. عطاهم في الشطر 9، عاطينهم في الشطر 3، عاطينهم في الشطر 2، عاطينهم في الشطر 18. حاليا في الشطر 18 راهم كيبنيو، في الشطر 2 راهم كيبنيو، في الشطر 3 راهم كيبنيو. بغيتو نمشي نوريك البقع ديال الثلالي اللي كيبنيو فيهم، راه كيبنيو فيهم. كاين اللي بنا الدار ديالو ثلا. واش عطاو تا هو البقعه ديالو عطاو شنو؟ البقعه ديالو كيقول لي مجرد انك يعني ملي تبغي تحيد المنزل ديالك تريبو، اجي دير القرعه ديالك وتهز البقعه ديالك. هو والعائله ديالو المنزل هما الناس كتقول لك ريبوا المنزل ديالهم، ما ريبوش لهم المنزل ديالهم، فقط كانوا حيدوا الشجر اللي كاين تما. هذوك الناس ما ريبوش لهم باقي لحد الان. الا بغيتوا تمشيو تصوروا معايا المنازل ديالهم، تمشيو تصوروا الديور ديالهم. يعني الديور ديالهم باقيين، لانهم هما عائله. كاين الاب وكاين الابناء ديالو كلهم ساكنين معاه في نفس الارض. كاينين هما عائله. اللي محصي ومزوج راه كيعطيوه يمشي يهز القرعه ديالو البقعه. بالنسبه للاب كيعوضوا على الارض ديالو اللي عنده، وكيعوضوا على السطحيات، يعني على الاشجار. ديك الاشجار اللي عنده كيعوضوه. كيقول ليه مجرد انك تريب اجي تاخذ الشيك ديالك. خلاص ما حتى السير رضوان، واش كاين الناس بقاو داروا معهم اجراءات قبل من هاد الناس هادو؟ كنقول لك 95% من هاد الساكنه ديال الحنشه، 95% اللي مشات دابا كلها يعني مسالمه، مشات الامور بخير وعلى خير، ما كاين حتى شي مشاكل. الا هادو اللي بقاو تيحرضوا هادو كاينين بعض الحقوقيين كيستغلوهم ماديا، كيستغلوهم ماديا. كي يعني كيبقى يحرضوا فيهم وكيبقى ينفخوا، كيبقى يحرضوا فيهم وكيبقى ينفخوا فيهم على اساس انهم يعني الغايه هي ماديه. الغايه اللي يعني مورا هذا الشيء هذه هي ماديه. تبقاو ياخذوا منهم مبالغ ماليه على اساس انهم تيدافعوا على القضايا ديالهم في الوقت انهم تيستغلوهم. وهذا الشيء وقع لنا حنا بحكم التجربه اللي مرينا منها حنايا. يعني بحكم التجربه انا مرينا من هذه التجربه هذه في الساكنه ديال ولاد العياشي. مرينا من هذه التجربه هذه، وانهم جاوا حقوقيين واستغلوا الساكنه. وبل بالعكس انا تعرض عليا هذا الامر هذا هو مع ذوك الحقوقيين، انهم كيستغلوهم ماديا، ورفضنا داك الشيء لان عرفنا النتيجه. يعني في الاخر ضروري الحل كتلقاه مع السلطه. هي في الاول وفي الاخر ان الحل مع السلطه هي فيها تلقى يعني الحل. ما يمكنش تلقاه مع شي جهه اخرى. دوك السير رضوان الاجراء غادي يكمل دابا، الشجره تحيد؟ لا دابا يعني الشركه كانت موقفه. الشركه راه موقفه تقريبا ما يقارب دابا، ما يقارب دابا عامين، والشركه واقفه ما كملاتش الخدمه ديالها بسبب هذا السيد هذا ما بغاش يجي. بسبب هذا السيد هذا هو. يعني تما غادي يدوز الواد الحار، غادي يدوز البرونشمو ديال الماء الصالح للشرب. الناس حاليا الساكنه كلها ديال الشطر 4 والشطر 5 والشطر 10 وهاد الشطور كامله، الشطر 13 الشطر 14 الشطر 12، كلهم هاد الشطور هذا هما محبوس لهم الماء بسبب شخص واحد. يعني حابس لا ماشي انا كنقول لك بالنسبه للماء الصالح للشرب راه ماشي عائله وحده، الشطر كامل. واش فهمتي لا؟ يعني باش غادي يدوز واحد الواد ديال الماء الصالح للشرب، يعني شخص واحد، ان السلطه خرجت لك التعويض ديالك، خرجت لك الشيك ديالك، كتقول لك اجي تاخذ الشيك ديالك. يعني ما بغيتيش تمتثل، راه من طبيعه الحال في الاخر كيبقى انهم خصهم يطبقوا القانون، ما بقاش شي حل اخر. لان باش ما تبقاش ديك الاثار متضرره راه خصهم يطبقوا القانون. سير رضوان التعليق ديالك على مقاطع الفيديو اللي كانوا كاع الناس يقولوا بنات الناس خرجوا من ديورهم تكرفسوا على هذا السيد؟ لا ما كاينش الناس خرجوا من ديورهم. انا كنقول لك 95% كلها دابا. على الانتشار ديال الفيديو ديال البارح اللي تصوروا البارح هذيك قالوا عليه انه شردوه خرجوا من دارهم بغا ياخذوا ليه ارض. شو ما كاينش خرجوه من الدار ديالو. حاليا تمشيو عاد تلقاو المراه ديالو وليداتهم كلهم في الدار باقيين في الديور ديالهم، ما قاس لهم حتى شي واحد الدار.
فقط كانوا باغيين يحيدوا الاشجار اللي جات في الشارع. الشجر جا في الشارع حابس الطريق، حابس مي غادي يدوز الماء، حابس مي غادي يدوز الواد الحار. جات يعني السلطه بغات تدخل باش تحيد الشجر، قال لهم هو ما تحيدوش. علموه تقريبا ما يقارب دابا 3 سنين وهما كيعلموا. كل ما ماشي ديال الارض كنقول لك ارض ديال الجموع، ارض راه ثلاليه، هو عام واش فهمتي؟ استغلها. اييه، وخرجت لهم الدوله التعويض، يعني خرجات لهم التعويض ديالهم، كتقول لهم ريبوا اجوا تاخذوا الشيكات ديالكم. يعني انا كنقول لك هذا الشيء ماشي كنقول لك يعني من فراغ، انا كنقول لك يعني من عين المكان. وكنقول لك يعني مثلا انا نستعد اي واحد يعني مثلا يقول لك من الثلاليين راهي ما خديناش مثلا حيدوني وما خديتش التعويض، من غدا انا نمشي معاه بيدي، وتكونوا نتوما حاضرين وتشوف يعني لا ريب واش غادي ياخذ مثلا القرعه ديالو، واش غادي ياخذ الشيك ديالو في البلاصه. يعني حاليا حنا متواجدين في عين المكان اللي كدار فيه القرعه، واخا سي رضوان يعني راه هو بالقرب منا. التعليق ديالك على التعرض ديال الرجال القوه العموميه البارح. من طبيعه الحال شوف، الا ولات كتعرض يعني للقوات العموميه او للدرك الملكي، ما يمكنش الغد اللي غادي تجي تطلب منه انت الامن وانت اللي كتعرضه، انت كمواطن كتعرضه للخطر. والغد اللي غادي تطلب منه انه يحميك او لا تجي تطلب منه انه يطبق القانون. واش فهمتي لا؟ يعني امر يعني ما غاديش يعجبنا وما غادي يعجب حتى واحد. واش فهمتي لا؟ يعني حتى لو كان مثلا انت تعرضتي لشي حيف مثلا من طرف السلطه، خلي مثلا السلطه دير الاجراءات ديالها وسلك المساطير القانونيه. راه الحمد لله كاين القانون في البلاد. سي رضوان مريتي من نفس المرحله، كيف كان التعامل ديال الدرك الملكيه القوه المساعده او بالاحرى السلطات العموميه ككل؟ شوف يعني احنا مرينا من التجربه اللي مرينا منها لما السلطه يعني كيوقع مثلا واحد الحوار ما بينك وبين السلطه، كتحاول السلطه انها تلقى معاك يعني اوسط الحلول اللي ما يكونش فيها الضرر مثلا غادي يلحق بالمواطنين. حنا شهاده لله زعما هذا الشخص لا البشوات ولا القياد يعني داروا معاه جميع يعني داروا معاه جميع الحلول. راه ماشي اول مره ولا ثاني مره ولا ثالث مره، يعني جاو لعنده المره الاولى فما جاو لعنده كيتم الرفض بالكل. ماشي كيقول لهم مثلا منحني واحد شويه الوقت انني نحيد شي حاجه، ولا كيرفض بالكل انه غادي يحيد. هذا الشخص هذا يعني ربما لي جهات يعني جهات قلت لك انا يعني كاين واش فهمتي، كاين تحريض من بعض الجهات، وكاين بعض الجهات عندها مصالح في ذاك التحريض، يعني انها كتحرض الانسان تيكون حتى هو ضحيه، ودابا حاليا هو اصبح ضحيه. فهمتي ديال التحريض هذا هو، يعني انه عرضوا السلطات الامنيه تصاب فيها مثلا ضراكي يعني هذاك الرجل رجل قوه مساعده فلت منها رجل ديال القوات المساعده، يعني بانه هددوا بآلة حاده. واش فهمتي لا؟ يعني كاينين شي حوايج اللي فهمتي حنا اصلا راه يعني كتعاطف مع هذوك الناس، يعني ما كتبغيش مثلا شي حاجه اللي تضرهم، ولكن في المساله ديال تطبيق القانون راه كاينه 100 عائله متضرره من ديك العمليه، يعني 100 عائله متضرره من هذيك العمليه. سي رضوان سمحتي مشروع الحنشه ككل كيفاش تشوف التصور؟ لا المشروع الحمد لله يعني غادي مزيان، غادي في واحد المرحله يعني الحمد لله مزيانه. فهمتي لا؟ ما يمكنش مثلا يعني كل شيء غادي يجي في لحظه واحده، وانما مثلا المشاريع او البروجيات الحمد لله اللي كاينه كتعطي واحد يعني واحد النظره مستقبليه للحنشه، نظره ان شاء الله غادي تكون يعني مزدهره. فهمتي يعني الحمد لله. انا اللي كنتكلم معك شخصيا كانت عندنا نظره مغلوطه، ولكن الحمد لله يعني لما كتجلس وكتعرف وكتقرب يعني من الناس اللي صاهرين على المشروع ديال السلطات ولا الجهات المعنيه اللي صاهره على هذا المشروع هذا، هو كتشوف الاهتمام ديالها كيفاش. لان البلاد حاليا اصلا خصها تخرج من المرحله ديال العشوائيه. البلاد كلها تفرض عليها انها خصها تخرج من المرحله ديال العشوائيه، وما يمكنش هذه المرحله ديال العشوائيه. كاينين الناس عندهم مصلحه في هذه العشوائيه انها تبقى، لانها كيعتبروها حقول ديال الفساد ديالهم. لان ما يمكنش المواطن كيقول لك انا مثلا باغي نحارب، بغينا الفساد يتحارب في البلاد، وبغينا يعني مثلا ما يبقاش الفساد ديال المنتخبين وديال السياسيين وديال بزاف ديال الحوايج. ولكن لما كتجي باش تقطع ديك الجذور ديال هاد المفسدين، لان الفساد شكون اللي كيديروا هذوك المفسدين. فلا ملي كتجي السلطه مثلا وكتبغي تحارب هاد الناس هادو هما، خاصك تحارب يعني المرتع ديالهم في كيكونوا هاد الناس هادو هما، يعني البلاصه اللي كيستثمروا فيها.
واش فهمتي؟ يعني الا ما حاربتيش داك الشيء من الاصل ديالو، كيف تستثمروا في الاحياء العشوائيه اللي مبنيه عشوائيه، لانهم كيجيو الغد ليه شنو كيقول لي غادي ما عندوش كيفاش يدير يصايب شهاده السكنه، كيقول لي انا غنساعدك فيها وغنوقف معاك، ولكن راه بشرط عندي كذا وكذا. ما عندكش كيفاش دير تدخل الماء والضوء لانك باني بطريقه غير قانونيه، انا غنساعدك، ولكن راه المقابل انك يعني انت غتبقى ديالي. ما عندكش كيفاش، يعني بزاف ديال الحوايج كيستغلون فيها، واش فهمتي؟ فيعني الدوله ملي كتجي وكتبغي تخرج المواطن من واحد المرحله ديال انه مثلا العيش مثلا في واحد البيئه اللي هي يعني مثلا دون المستوى، وكتبغي تخرجوا لواحد البيئه لانه يكون عنده الكرامه، يمشي للاداره ياخذ الوثائق ديالو، يثبت البطاقه الوطنيه ديالو، يدخل الضوء ويدخل الماء، حتى شي واحد ما غادي يفرض عليه شي حاجه. كيلقاو عراقيل، لان كاينه عمليه ديال الناس اللي كيبغيو يديروا البلوكاج لهاد العمليه ديال الاصلاح. خاصة ولا سمحتي كلمة أخيرة، مرحبا. كلمتك الأخيرة بخصوص هادشي كامل. هو ان كننصح نصيحتي لجميع الاخوان اللي يعني ما يبقاوش يتبعوا، يحاولوا انهم يعرفوا يعني كيفاش يتعاملوا مع السلطات ملي تجي لعندهم، يذكر لها المشاكل اللي كيعاني منها، عنده شي مشكل يتوجه للسلطات، يقول لهم راه المشكل اللي عندي، راه عندنا والله ما نكذب عليك ماشي زعما مجامله لشي واحد، وانا عارف اني ما عنديش مع هذيك المجامله ديال السلطات. عندنا هنايا عندنا بشوات وقياد من اطيب الناس اللي جابوهم لهنا. تصور يعني يوميا، انا كنقول لك يوميا، يعني اللي كيضل يجري معنا في التيران، ما كيجلسش في الاداره، خاصة الباشا هشام كيضل يجري معنا في التيران يوميا، كيجي يهز سواء جا عنده ثلالي، سواء جا عنده واحد من المستفيدين اللي مستافدين هنا، كيهزو في الطوموبيل ديالو، يمشي يوقف معاه على المشكل ديالو، يمشي يجري معاه، يشوف المشكل فين كاين عنده. وهذا الشيء هذا هو بشهاده ديال الجميع، بشهاده الثلاليين هما انفسهم، يعني لا هو ولا سميتو ولا الباشا توفيق ولا القيد حاليا، يعني اللي جا عندنا لهنايا واقفين مع الناس، يعني واحد الوقفه ديال انهم يعني كتحس ان رجل ديال السلطه باغي، يعني باغي الخير للناس، ما عندهمش ديك النظره ديال انهم راه جايين باغيين ينتقموا من الناس ولا باغي يحيدوا لهم ديالهم، ولا كتحس بانه يعني انسان تعيط ليه في اي وقيته، في الليل في النهار تعيط ليه يجاوبك ويمشي معاك. اي مشكل كان ديال الواد الحار، ديال الماء، ديال الضوء، كيمشيو واقفين على داك الشيء. زعما صراحه